مقتطفات من كتاب الفريق سعد الشاذلي 4 سنوات في السلك الدبلوماسي. قال على لسانه: وفي البرتغال تعلمت اللغة البرتغالية، وقد كان هدفي من تعلم اللغة في أول مرة هو التأقلم والاعتماد على النفس في التخاطب بما يكفل لي حل المشاكل اليومية. ومع مرور الأيام اتضح لي أن المسلمين البرتغاليين ينطقون القرآن نطقاً خاطئاً. وبدراسة المشكلة اتضح لي أن كتابة القرآن بالحروف البرتغالية يشوبه الكثير من القصور، لأن هناك أصوات في اللغة العربية لا يوجد لها مثيل في اللغة البرتغالية. ولكي أتغلب على هذه المشكلة أدخلت 16 حرفاً جديداً على الحروف الأبجدية البرتغالية، وأصدرت كتاباً أسميته كتابة اللغة العربية بالحروف البرتغالية. ولم يكن هذا الكتاب إلا مدخلاً للعمل الكبير الذي كنت أنوي عمله، وهو كتابة القرآن الكريم بالحروف الأبجدية البرتغالية. وقبل أن أغادر البرتغال في يونيو 1978 كنت قد أصدرت الجزء 30 من القرآن الكريم بالحروف البرتغالية. وأيضاً ما قاله عن المسجد المؤقت، يقول الفريق سعد الشاذلي رحمه الله: قررت أن أحول البدروم في الفيلا التي أسكن فيها لتكون جامعاً مؤقتاً. وفي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر تم تجهيز المكان ليكون مسجداً، وافتتح للصلاة في يوم الجمعة 9 من ذي الحجة عام 1395 هجرية، الموافق 12 ديسمبر 1975 ميلادي. وفي صلاة عيد الأضحى التي أقيمت صباح اليوم التالي ضاق الجامع بالمصلين، إذ حضر ما يزيد عن 300 شخص، مما اضطررنا إلى استخدام جزء من حديقة المنزل. ولكي أضمن استمرارية استخدام الجامع لأغراض العبادة سواء كنت موجوداً في المنزل أو كنت غائباً عنه، فقد قمت بعملية تعديل صغير في المبنى، بحيث تم عزل المسجد عن دار السكن، وأصبح لكل منهما باباً مستقلاً عن الآخر. وبالرغم من صغر حجم هذا الجامع وتواضع إمكانياته، إلا أنه يمكن القول بأن هذا الجامع هو أول مسجد يقيمه المسلمين في لشبونة منذ أن دمرت مساجدهم قبل ذلك ب8 قرون. رحم الله الفريق سعد الشاذلي.